السلام عليكم. بعد ما أعلن المغرب عن إرسال مساعدات إلى دولة قطر اللي كتعاني من الحصار، بزاف ديال الناس ما عجبهمش الحال، وبداو تيعلقوا تيقول لك كيفاش المغرب اللي فيه بالناس اللي محتاجين أولى بهذه المساعدات، كيفاش نصيفطوها لدولة غنية مثل قطر. ولكن الجواب جا دغيا من خلال صفحة رصد قطر اللي كديرها واحد الأميرة قطرية سميتها مريم التاني. قالت لك توضيح إلى من يقول أن دولة قطر تتلقى معونات غذائية أو تعيش على الإعانات مثل دولهم. قلت لك التصنيف ديال قطر هو الأفضل بين 20 دولة. قلت لك الشعب القطري الأغنى على مستوى العالم، على مستوى العالم بمستوى دخل الفرد 129 ألف دولار سنويا، أي تقريبا نقولوا 120 مليون. 120 مليون هو معدل الدخل السنوي في قطر. إذا كانت قطر هي الأولى على مستوى الدخل الفرد في العالم ب 129 ألف دولار سنويا، فإن المغرب كيحتل المرتبة 119 من أصل 174 دولة في مؤشر الدول الأغنى في العالم اللي كيقوم على الترتيب على معدل الدخل في الفرد. يعني بيناتنا 119 المرتبة، هما الأولين احنا 119. وقالت لك يا سيدي جميع الشحنات الأغذية التي أرسلتها تركيا والمغرب أو أي دولة يتم دفع ثمنها قبل استلامها. قطر لا تتلقى معونات من أحد، بمعنى أن ديك ليست معونات وليست مساعدات، وإنما هو بيع وشراء. وأحل الله البيع وحرم الربا. كتقول لك حنا ما كنرضاوش بالمساعدات، وأي واحد كيصيفط لينا شي حاجة فكيتخلص قبل ما يصيفط لينا. ولكن جا واحد خاين اخر اللي هو واحد الصحفي اللي هو سميتو عبد الباري عطوان. قال لك لا نعتقد ان دولة قطر التي تملك ارصدة مالية وصندوق سيادي يطفح باكثر من 320 مليار دولار. عرفت شنو هي 320 دولار؟ بحاجة الى طائرتي شحن مغربيتين تحملان مكونات شوربة الحريرة او الطاجين او الكسكس المغربي. المسألة مسألة تضامن وإرسال رسائل إلى أطراف أخرى، بمعنى أن القطريين ما محتاجينش هذه المعونات، إنما هو فقط عبارة عن رسالة سياسية ورسالة تضامنية. أما بالنسبة للقطريين الإخوان الأشقاء في قطر فكان لهم رد فعل، وقال لك سيدي قطريون يشكرون المغرب على موقفه من حصار بلدهم. فبعض الصحفيين وبعض الفاعلين في قطر على قلتهم، لأن قطر أصلا دولة صغيرة وما فيهاش سكان بزاف، ناضوا داروا تغريدات على تويتر. مثلا بحال دابا هذا عبد الله قال لك سيدي أرسل حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك المغرب محمد السادس طائرة محملة بالغداء لكسر حصار قطر بشعار تماشيا مع تعاليم الإسلام وما يستوجبه خاصة خلال رمضان. قال لك يا سيدي قرار حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك المغرب بإرسال طائرة محملة بالغداء لكسر حصار قطر أحرج السعودية التي تحاصرنا، شكرا للملك محمد. وقال أيضا واحد الإعلامي القطري سميتو جابر الحرمي يا سيدي المغرب يرسل طائرات محملة بالمواد الغذائية إلى قطر تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي وما يستوجبه من تآزر وتضامن، ليس بغريب على المغرب الشقيق. كما كتشوفوا ما تيقولوش مساعدة، تيقولوا طائرات محملة بالغذاء، لأنهم عارفين أنها مدفوعة الثمن. ولكن لو جيست كي كونت، يعني لا هو عندك الفلوس شغدير بها. فيما وصف الناشط القطري صالح جديع المنصوري قرار المغرب بالعقلاني، وقال موقف الأشقاء في المغرب موقع عقلاني ومتزن أزمة حصار دولة قطر. أنا كنظن أن هذه مبادرة إيجابية، ورغم أنها سياسية ولكن هذا كتبين أن المغرب حر في قرار السياسي وأن ما كيتفرضش عليه، وهذا شيء مزيان. وفي نظركم انتم واش كتظنوا ان هذه مبادرة جيدة؟ واش ان المغرب يصطف مع قطر
او لا يصطف مع السعوديه والحلفاء ديالها. ما تنساوش تقيدوا معنا في القناه، وشكرا والسلام عليكم.